بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تعالوا بقى النهارده نعمل الشعرية باللبن. الشعرية باللبن في جو الشتاء الساقعة ده. معانا هنا معلقة سمنة، معلقة زيت، وكوباية من من الشعرية. يا ريت كده تصلوا على النبي بالله عليكم كده، وما تنسونوش في اللايك. حطوا اللايك يا عسل، ربنا يكبر خاطركم ويسعد قلبكم يا رب العالمين. معانا هنا كوباية شعرية، معلقة سمنة، معلقة زيت. هنحمر الشعرية على نار هادية، تبقى الشعرية معانا كده اللون الأصفر الذهبي الجميل، ما تبقاش محروقة، تبقى معانا زي الفل. الشعرية باللبن في الشتاء جميلة جدا، بتدفي كده، من الوصفات الجميلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا يا حبيبي، أنا حطيت الشعرية هنا وبقلبها على نار هادية. تمام. لازم أقلبها، أنا ما أحطش في الوصفة دي ملح عشان الشعرية تتوحد لونها، ولونها يبقى موحد. لا، أنا ما حطيتش ملح لأنها تبقى ده شو، يعني حاجة حلوة، حاجة من الحاجات الحلوة. معانا هنا كمان لتر من الحليب، ممكن نصه ميه ونصه حليب، ممكن كله حليب. معانا 2 كيس من الفانيليا عشان تنكه الطعم كده وتدي طعم حلو. كيلو من الحليب يا حبايبي. وهنحطه فين؟ في قلب الحله كده على الشعريه بعد ما تحمر. وبعد كده السكر ده حسب الرغبه، انتوا حابين تحطوا سكر، حابين تقللوا، ترجع لكم انتوا الحاله بتاعكم انتوا. انا هنا حطيت حوالي 4 معالق من السكر. وهسيب الشعريه على النار باللبن كده لحد ما تستوي وتطلع معانا كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل، بنغرفها عسل كده. شفتوا عامله ازاي؟ جميله ازاي؟ تتشرب سخنه، لازم تتشرب سخنه، يبقى جميله كده. دمتم في رعايه الله وحفظه.